أهلا بكم في موتور بالعقل. النهاردة هنتكلم عن الوحش الجديد من BMW، الموتوسيكل اللي بيجمع بين الشكل الكلاسيكي والتكنولوجيا الحديثة. BMW R12 GS. هقول لكم على كل حاجة عنه، المواصفات، المميزات، العيوب، ورأيي بصراحة ومن غير تجميل، فتابع الفيديو للآخر. أول حاجة نتكلم عن الموتور. المكنة دي جاية بموتور بوكسر ثنائي الأسطوانات، تبريد هواء وزيت، وسعتها 1170 سي سي. بيطلع حوالي 101.5 حصان عند 7000 لفة، والعزم بتاعه يوصل ل 115 نيوتن متر، وده رقم محترم جدا لفئته. الفتيس 6 سرعات، والدفع هنا عمود مش سلسلة، يعني صيانة أقل وأنضف بكتير. خزان البنزين 15.5 لتر، والاستهلاك حوالي 5 لتر لكل 100 كيلومتر، وده كويس جدا لو بتسوق بهدوء. الوزن 229 كيلو، وارتفاع الكرسي حوالي 860 ملم، وده ممكن يكون عالي شوية على الناس القصيرة. طبعا فيها أنظمة قيادة مختلفة، رود، رين، اندورو، والنسخة برو كمان اندورو برو مود. العجلة الأمامية 21 بوصة والخلفية 17، والتعليق قوي جدا وقابل للتعديل، يعني المكنة دي معمولة للمغامرة بجد. نخش على المميزات بقى. أول حاجة الشكل، المكنة شكلها رهيب، روح كلاسيكية كده بس فيها لمسات حديثة تخليها شيك جدا. تاني حاجة الأداء، الموتور البوبسر ده تحفة، عزمه خطير، أول ما تلمس البنزين بتحس بالقوة فورا. الثبات كمان ممتاز على السرعات العالية، وبتتعامل حلو قوي في الطرق الوعرة والمطبات. نظام التعليق متوازن جدا، والدفع العمودي مريح وما فيهوش دوشة زي السلاسل. غير كده فيها أنظمة أمان محترمة زي ABS وتراكشن كنترول، ووضع القيادة فعلا بيفرق في التجربة. بصراحة الموتوسيكل ده معمول لأي حد بيحب المغامرة والسفر والطرق الجديدة، بس برضه مفيش حاجة كاملة. وزنها تقيل 229 كيلو، مش سهلين خصوصا جوه المدينة. والسعر طبعا BMW سعر عالي. كمان المكنة بتسخن شوية في الزحمة عشان تبريدها هواء وزيت مش سائل. الكرسي مش مريح قوي في الرحلات الطويلة، وقطع الغيار غالية ومش متوفرة بسهولة زي الياباني. بس رغم كده بصراحة المكنة دي جامدة جدا لأي حد عايز يعيش تجربة مختلفة، قوية، ثابتة، وشكلها يخطف العين. لو استخدامك يومي جوه المدينة يمكن تحس إنها تقيلة ومش عملية، إنما لو بتدور على مغامرة وسفر وطريق طويل فR12 GS دي هتعجبكم جدا. قولولي رأيكم في الموتوسيكل ده، تستاهل السعر ولا لأ؟ وإيه الموتوسيكل اللي عايزني أراجعه المرة الجاية؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل المراجعات من موتور بالعقل. سلام وبنزين دايما.